يا صباح الخير أو مساء الخير وبكل أوقات بخير. يعني أتمنى إن أنتوا سامعيني. يعني خلوني حتى أتأكد كده من setting in or set إن أنتوا سامعيني. so hello okay. تقريبا أنتوا كده سامعيني أحسن. فخلينا كده نبدأ بكام حاجة كده. أولا الفيديو ده مش هشرح فيه حاجة تكنيكال أو مش هشرح فيه أي حاجة عامة بخصوص اللي هي إيه، ممكن تكون إكسل باور بي أي أو حاجة زي كده، أو حتى بخصوص الداتا وكده. هي حاجة زي كده تبقى سوفت سكيلز أكتر. كنت عامل قبل كده برزنتيشن عن communication skills. ممكن تلاقوها في القناة عادي جدا، ممكن تتفرجوا عليهم. ولكن اللي أبهرني في الموضوع إن أنا بعد فترة كبيرة جدا الموضوع الكوميونيكيشن سكيلز لما بيكون تكنيكلي، يعني بمعنى حاجة فعليا شغال، فبنسأل يعني إيه كوميونيكيشن سكيلز. خلينا أقول لكم مثال حقيقي، مثال واقعي. آه فحقيقي هو بعض الناس مثلا هي بتتعلم انجلش بيكون عندها عادي جدا mispronunciation، مشاكل في حاجات او حاجه زي كده، ده طبيعي. الفكره ان انت ازاي تدي الكوتشنج، وازاي تدي الكوتشنج والمين. بمعنى ايه؟ مثلا ان انت لو رحت الاتش ار مثلا، والاتش ار ده هو المفروض ان هو سبوزيتوري ان هو يكون انجلش بتاعه كويس، ولقيته بيقول على الكوتش، اللي هي الكاوتش، بيقول عليها كوتش اللي هي الكاوتش. I'm lying on the couch right now. فانت بتقول ان انا قاعد، والله انا رايق، انا مستريح على الكاوتش بتاعتي. I'm sitting the couch right now. فلما بتيجي تتكلم بقى في حته ان انت ازاي تديله فيدباك، ده هتختلف لما بتديله واحد صاحبك. بمعنى تاني، لو انا جيت قلت لك I'm lying، هي you know، يعني مثلا كنت عايز اوضح ان هي ما اسمهاش كوتش، يعني انا ضميري انا عليا، ولازم اقول ان هي اسمها كاوتش not كوتش. فاقول له you know what, I like the couch to be honest, I like the couch. فهو هيفهم ان هو قالها غلط من غير ما انت تقول له لا 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 لا، خلي بالك هي اسمها كاوتش. ف that's most appropriate way ان انت ازاي بتشتغل على الفيدباك مع الناس. حقيقة حتة اللي انت بتدي الكوتشنج للناس بتكون حلوة جدا، ان انت بتساعدك ان انت كمان تعرف ان في حد 100% بيديك كوتشنج. فلما بنيجي نتكلم في حاجة زي كده بقى، في حاجات تكنيكال، في حاجات مش عارف ايه، فهموا الكونسيبت ده. انت بتدي الكوتشنج ازاي. الكوتشنج ممكن عن طريق حاجات كتير جدا، ممكن يكون قاعدة 1 تو 1، ممكن تكون كوتشنج ان انا بعمل فوكس جروب وجروب من الشباب احنا المفروض نعمل كذا وكذا. الكوميونيكيشن سكيلز مهمة جدا لأنها هي بتفتح لك التشانس إن يكون عندك جزء ما بعدين، أكتر من إن أنت حد تقيل كتكنيكال. تكنيكال أنت كده كده هتبقى كويس. You must to be very good in technical. يعني أنت كده كده، لأن أنت هيكون شغلك، أنت مثلا بعدين هتاخد تاسكاية ده تبقى شغلك. ولكن إزاي to go beyond بقى، يعني إزاي بتروح لأبعد من كده. أنا دلوقتي عايز أعرف إزاي أربط كونكشن كويس. في فرق، بسيط جدا ما بين الكونكشن والحاجات اللي انت بتعرفها كوميونيكيشن سكيلز. وفي فرق ما بين انت، مفيش حد يعني هيحب ان هو يدخل حد الشركه، او حد هيحب ان انت يديلك تاسكايه صعبه عليك، لانها هي بتبقى من ناحيته هو ما تبقاش حاجه كويسه، لان انت ما بتكونش كفء كفايه، ما بيكونش عندك الكابابيلتيز انت تعملها. فانا مش هديلك تاسكايه لاجل for just your my last like my old coworker مثلا، او my colleague او حاجه زي كده. لا، انا لو هديلك التاسكايه هديلك التاسكايه لان انت شاطر تكنيكال وعرفت تربط معايا، يبقى still keep in touch مع بعض في حاجه الخاصه بالبوزيشن. بمعنى ايه؟ مثلا في بعض الحاجات، مثلا في بعض الشركات بتلاقي مثلا اتش ار كلمك، بعد كده انت ما كنتش مثلا يعني مناسب معاك اوفر، او حبيت ان انت يعني كان معاك شركه تانيه اشتغلت فيها او حاجه زي كده. فما ينفعش تيجي تقول مثلا اتش ار والله لا I got another offer thank you. ممكن تقول right now والله يعني ان انا دلوقتي، انا حاليا ما افتكرش ان انا محتاج الاوفر، ان انا شغال حاليا في شركه تانيه. فهحب ان انا I will consider your offer later on once if I find that it's fit with me. يعني والله انا هكونسيدر، هحط في عين الاعتبار اللي بعدين اول ما احس ان هو مناسب معايا. يعني احس طب ممكن يكون مناسب معاك، ممكن تكون شركه كويسه، ولكن انت حاسس نفسك ان انت مش كافئ كفايه. لان ما تفرحش بالشركه الكبيره برضك، ما تفرحش بالشركه الكبيره وانت you are not ready yet. ليه؟ لانها هتدي لك جو داون بطريقه بسهوله جدا. بمعنى ايه الكلام ده؟ بقوله لنفسي بمعنى قبل ما تخش شركه كبيره، الناس كلها بتبقى most of them they are really authenticated, they already have a big capabilities when it comes to the technical, when it comes to uh,
لايف when it comes to حاجات كتير قوي. هم عندهم capabilities حلوه، عندهم قدرات حلوه، الناس عارفه كريتيريا معينه. اكيد هتلاقي ناس داون هناك، ولكن انا بكلمك عن ماجوريتي، فما تاخدش حاجه تاخدها كستاندرد. المعظم اكيد هيكون ناس كويسين، فعشان تبقى تروح لمكان كويس فلازم يكون عندك باك جراوند اتليست كويس. او خلي بالك مش لازم تكون باك جراوند از اكسبيرينس، ممكن تكون ادابتابيلتي. في ناس بتخش في شركه مثلا وبتروح تشتغل في شركه تانيه ما عندهاش ادابتابيلتي. فانا لما بدور على كانديديت ممكن مثلا تخش اي بي ام مثلا از تكنيكال سبورت، او كشاتنج، او ايفن از كول سنتر او اي حاجه. ولكن اي بي ام كان ليها كول سنتر عامة، بس دي قصه تانيه يعني. آه آه ولكن الفكره ادابتابيلتي. يعني انا مش هكون عايزك والله ان انت حد هيكون شغال في اي بي ام، لان يعني يعني عادي، انا كده كده هجيب ناس طبيعي اكيد جايه في شركات تانية اصغر وستارت اب والى ما اخره. ولكن بدور فيها على حاجات مهمه جدا اللي هي تبقى الجوب ريكويرمنتس، منهم الادابتابيلتي. اصل انت اتموسفير مختلفه، انفيرمنت مختلفه، كل حاجه مختلفه. بس فالنهارده ده كان فيديو يعني سريع، انا لسه مش خلص فيديوهات الفتره اللي فاتت. حبيت ان انا observe my things at the same time، ان انا اعملها documented. فحابب ان انا اشارك حاجه زي كده معاكم، لانها في الاول وفي الاخر هي يعني حاجه انا بحب المشاركه زي ما وضحت في اول فيديو ليه على القناه. I'm not have the consistency، يعني حقيقة على القناة إن أنا أنزل فيديوهات ديلي يعني أو حاجة زي كده. ولكن يعني حابب إن أنا أرجع بيه، أتمنى إن أنا أرجع as soon as possible. فدي كل حاجة for today يعني. أتمنى لو فيديو عجبكم يبقى ما تنسوش تشيروه لحد هو interested بالمحتوى. بس كده، دي كل حاجة، وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.